السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله واحد الفيديو فيه جديد ديال المزرعة. بالنسبة للجديد هو غيكون إن شاء الله واحد جوج سلالات جبتهم حاليا، يلا غادي ندخلهم الليكاج ديالهم. بالنسبة للسلالة الأولى وهي السلالة ديال نيو هامشر، غير زدت منهم واحد 5 نتوات الذكر ديالهم. وبالنسبة للسلالة الثانية وهي السلالة ديال الجيرسي الأزرق أو الرمادي، هذا كان عندي في المزرعة ولكن بكثرة ما كانوا عندي السلالات بزيد كنت نقصته، ولكن عطيته للصديق ديالي، يعني كان مولع منه الصديق ديالي الاخ رشيد، وعاود جبته من عنده. حاليا ان شاء الله غادي نتولعوا فيه وندوزو ان شاء الله باش نحطوه في الكاج ديالو. وهذه هي السلعه اللي جبنا ان شاء الله نزيدوها في المزرعه. اول حاجه ملي كيكون نقولوا الدجاج في بلاصه اللي هي مزموته، مثلا الكوفر او الكوفر ديال الكار، حاول انك ديما ما تهزوش وتحطو مباشره في الكورون، يعني يبقى محلول عليه واحد شويه تيتهوى، تعاود تهزو ديال البلاصه اللي غتحط فيها الدجاج مثلا اللي غتعزو فيها، وما تخرجوش من الكرتونه حتى يدور الهواء مزيان، باش حتى الا كان الدجاج عرقان ولا شي حاجه ما كيضربوش لك البرد. هذه هي الطريقه اللي كنخدموا بها. على بركه الله ندو القطع ديالنا ان شاء الله الكاج ديالو. وهذا هو القطع الثاني اللي غيتزاد ان شاء الله في المزرعه، الجيرسي الازرق او الرمادي. ما شاء الله اللهم بارك. باقي الله دخلت الاناث وغنزيد حتى شي حاجه ديال الاناث ديال الايزابرون، بقاش مؤخرا هذاك الهاجي ان شاء الله غادي نخدم عليه. بالنسبه للاناث ديال الجيرسي هما هادو راه مازال غادي نديرهم في هذا الكاج ديال الرود. بالنسبه لهذا الرود هذا راه خدام عندي واحد السيد، ولكن باقي ما كملش الفلوس. الا كان ما غاديش ياخذوا ان شاء الله راه معروض للبيع. الذكر ما شاء الله راه عنده شي عام و4 اشهر. بالنسبه للانثى راه يلاه باديه الرشيم ما شاء الله راه مبيضه. هذه الانثى ديالو. بالنسبه للثمن راه دخل عندي الواتساب ونتفاهموا في الثمن، هذا ما كاين. هذا الكاج هذا ولا غيدار فيه ان شاء الله الجيرسي الازرق. وبالنسبه للكاج ديال الايزا براون اللي معاهم الذكور ديال لي جون دوري، راه غادي نزيدهم واحد 4 الاناث باش يولي ان شاء الله المجموع هو 14 نتوه، ومعاهم 2 ذكور. بالنسبه لهذا الذكر هذا ديال السبلاش اوسترالوب غنديرو مع القطع ديال الاوسترالوب. هذا مكان الاخوان، وان شاء الله ندخل الدجاج ديك الساعه الكاج ديالو ويولف شويه ونتولعوا فيه. هادشي اللي كاين. بالنسبه للجيرسي راه كان عندي في 2022 كان عندي قطع ديال الجيرسي، ولكن مع كثره السلالات اللي كانوا عندي كنت حيدته، وبقى عند الصديق ديالي الاخ رشيد. اخ رشيد راه الصديق ديالي، هو اللي خديت من عنده هاد القطع دابا حاليا، هو اللي غنخدم عليه ان شاء الله. والجيرسي راه معروف بالوزن، راه كيعطي تبارك الله الوزن، والدجاج بياض. وهذا راه القطيع ديالنا المستقبلي ديال الفرنسي ما شاء الله اللهم بارك. في شي حاجه الفرنسي، في شي حاجه ديال الاسترالوب، واحد نتيوه ديال السوسكس الفوف، وفي واحد 2 نتيوات ديال الليجون دوري ما شاء الله، تا هما ان شاء الله يكبروا يوجدوا ونديروهم مع القطيع ديال الليجون. على بركه الله ندوزو نكملوا الخدمه ديالنا. ودابا الامور راها مضبوطه الحمد لله، بكل حاجه دابا في الكاج ديالها. دابا ان شاء الله غادي نديروا واحد الولاعه خفيفه باش نعرفوا المتغيرات اللي كانوا في المزرعه. اول حاجه وهما الذكور اللي كانوا هنا ديال الدجاج الفرنسي. هاد الذكور اللي كانوا هنا ديال الدجاج الفرنسي راني حيدتهم ديتهم البلاصه الكبيره ديال القطع الكبير ديال الدجاج الفرنسي، وهادو درت الاباء ديالهم يعني الاجداد، هادو محافظ عليهم باش يبقى عندي ديما لاباز تكون عندي. وعندي الدجاجات كبار ولكن باقي ما ساتيهمش، انا عارفهم باقي ما ساتيهمش. بالنسبه للقطيع الثاني اللي كاين في هذا الكاج وهو القطيع ديال الاناث اولا العتوقات ديال الدجاج الفرنسي، اللي حتى هو ما شاء الله اللهم بارك. ديما الا كانت العنايه وكانت المراقبه وكانت الامور مضبوطه راه كون على يقين غتمشي مزيان في هذا الميدان ديال الدجاج. كان عندك الامر عشوائي وديرو غير فوق الشبعه وما مسوقش وهذا، راه كون على يقين غتلقى مشاكل واكراهات وبزاف ديال الحوايج. لحقاش كنلاحظ بعض الاخوان في الفيسبوك ديما كتلقى شي وحدين كيقول لك مشروع الدواجن مشروع فاشل، وواحد كيقول لي مشروع ناجح. النجاح او الفشل كما كنقولوا حنا كيكون عن طريق الشخص اللي ربى هذاك الطائر ولا اللي دار هذاك المشروع، هو اللي فاشل او لا هو اللي ناجح. ما يعممش على واحد الفكره على الناس كاملين او على واحد الدومين. راه كيف ما كيقولوا الناس ان مثلا تربيه الابقار فاشله، راه كاينين الناس اللي عندهم تربيه الابقار راه رابحين فيها. واحد اخر ما عرفش ليه راه قال فاشله. دابا غندوزو للقطيع، كاين شويه ديال الفرارج. هذا هو القطيع الجديد ديالنا ما شاء الله اللهم بارك، الاناث ديال الجيرسي الازرق.
ما شاء الله اللهم بارك. هذا هو القطيع ديالنا ما شاء الله، راه مواصفات اللهم بارك. راه هذا هو القطيع اللي كان عندي في 2022، راه نفس المواصفات، راه اصلا نفس الدم، غير مؤخرا عاود رجعتهم. كما كتلاحظوا راه الذكور راه كاين واحد الاختلاف ما بينهم ما بين الاسترالوب. ديما البناره راه كتكون كبيره والرجلين كيكونوا طوال والحجم راه كيكون كبير. هذا هو الفرق اللي كنقولوا كنشوفوه بالعين المجرده. هذا مكان الاخوان، هذا هو القطيع ديالنا ما شاء الله اللهم بارك. الاناث راه تقريبا عمر واحد كاملين، راه نفس العمر، عندهم تقريبا دابا حاليا واحد 7 اشهر، راهم راشمين ما شاء الله اللهم بارك. الذكور راه تبارك الله، راه في التليفون او في الشاشه راه كيبانوا لك صغار، ولكن راه مباشره راهم اللهم بارك. دابا غندوزو عند القطيع ديال الفورورك اللي تا هو ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله اللهم بارك. المواصفات راه اللهم بارك، كاينين 7 نتوات معهم الذكر ديالهم ما شاء الله اللهم بارك. بالنسبه للتقسيم ديال السلالات راه هذا الفيديو هذا غتلاحظوا بلي داك الشيء مغاير، وفي الفيديو اللي قبل راني كتقسمت بدلت الترتيب ديال السلالات. هذا القطيع هذا غيكون ديال هنا فين كان الكاج ديال الفورورك، هذا درت فيه لي جون دوري ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله اللهم بارك. هنا كاينين 4 الاناث معاهم الذكر ديالهم، باقي يلاه بداو كيشدوا البلاصه ديالهم، ما باش ندخل عندهم غيكون شويه ديال الصداع. وهذا هو القطيع الثاني، العائله الثانيه ديال لي جون دوري اللي تا هو ما شاء الله اللهم بارك، 4 الاناث والذكر ديالهم. دابا غندوزو عند القطيع الهجين ديال الايزا براون مع الذكور ديال لي جون دوري. هادو راه زدتهم واحد 4 نتوات كما كتلاحظوا، راه هما هادو جداد زدتهم على القطيع، حتى هما راه خوت هادوك النتوات، غير كانوا عند نفس الصديق اللي كنت واخد انا وياه وجبتهم من عنده زدتهم على القطيع ديالي. راه مواصفات ما شاء الله كما ذكرت لكم في الفيديو السابق، راه كيعطيو واحد الهجين، واحد الجيل الاول راه زوين في البيض وزوين حتى في الشكل ديالو. هاد الذكر هذا ديال الليجو، هذا ديال الاسترالوب سبلاش، حتى هو راه غادي نديرو ان شاء الله مع القطيع ديالو ما شاء الله اللهم بارك. لي جون راه المواصفات ديال الذكور راه اللهم بارك. باقي الدجاج يلاه غادي يبدا يبيض، مازال ما كاين والو. دابا غندوزو عند القطيع ديال الاسترالوب. ما شاء الله تا اللهم بارك. اعتذر على هذا الصياح، ولكن ما عندنا ما نديرو حنا وسط القطيع. استرالوب عندي فيه 2 زرقين نتوات و3 سبلاش، والذكر راه ازرق. ديما كيخرج الزرق والسبلاش، كيخرج لك واحد النسبه ديال 2% ديال الكحل، هذه الا خرجها. هذا ما كان. بالنسبه للاسترالوب راه عاطي البيض بيض مع الصباح. دابا غندوزو عند القطيع ديال نيو هامسا الازرق والسبلاش. هادي درنا اليوم واحد الولاعه، واخا الوقت ضيق ما باش نتولاو. حتى هو ما شاء الله اللهم بارك. هذا قطيع ديال الازرق والسبلاش، والذكر حتى هو ازرق، نيو هامشر الامريكي. وندوزو عند القطيع الجديد، حتى هو فيه الازرق وفيه السبلاش وفيه اناث كحلين، يعني كنقصدو كحلين يعني الديل ديالهم اسود، اما هما اللون ديالهم راه احمر، راه معروفه هادي ما شاء الله اللهم بارك. نفس المواصفات، يعني راه لا كاليتي، راه لما كانت الكاليتي راه ما كتدخلش عندي للمزرعه، راه ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. وهنا غيكون الفيديو ديالنا سهله. نتمنى من انكم تكونوا تولعتوا معنا شويه، استفدتوا معنا شويه في هذه السلالات الحاره.
بالنسبه للبيض ديالهم راه غيكون ان شاء الله متوفر في القريب. حاليا دابا كنوجد فيه كنريباري. كاينه شي حاجه ديال البيض ولكن اللي هي قليله. الا بغيتي كميه قليله راه ما كاينش مشكل، يعني غتعيط ليا غنشوف الكوموند ديالي شنو فيها، ديك الساعه راه غتوصل بالسلعه ديالك. هذا ما كان الاخوان، وكنتمنى من الاخوان يكونوا كيف ما العاده بخير وعلى خير، ونهاركم مبروك واللهم يسر.